ما تعرفش مين اللي هيفوز في ماتش الاهلي والزمالك؟ تعالى. ماتش الاهلي والزمالك هيبقى ماتش جامد جدا، بحيث الاهلي عاوز يتفوق على الزمالك ب3 نقاط، والناحيه التانيه الزمالك عاوز يتقدم ويتصعد للمركز الثاني. مش فاهم حاجه؟ عادي، كل حاجه تتوضح بعد مشاهده الفيديو. قبل ما نبدا بس ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك، ويلا بينا على الفيديو. ماتش الاهلي والزمالك اللي هيكسر الدنيا في مصر، وبسببه هيحدد مستقبل كل فرقه في الموسم ده. ومش بس كده، الزمالك دايما ورا الاهلي ومش هيحلوا النهارده. هعرفكم كل نتائج الفرقتين الفتره الاخيره، ومش بس كده، كمان هنشوف شكل المباراه وايه اللي ممكن يحصل فيها. ولو عندك اي راي تاني الكومنتات مفتوحه ليك، وما تنساش تعرفني انت اهلاوي ولا زملكاوي عشان هقيم مدى حب الجمهور للطرفين. هنبدا بالاهلي بما انه هيلعب في ملعبه. اخر ماتش للاهلي كان ضد الاسماعيلي، والصراحه النتيجه مش متوقعه خالص. الاهلي هان الاسماعيلي وقال له روح يا لنا البابا، وكسب 4-0 في ملعب الاسماعيلي. المهم، الاهلي بيحاول يلعب بثبات ويتجنب الخساره بشكل كبير. نيجي طبعا على افضل 3 لعيبه في الاهلي خلال الموسم، وده طبعا على حسب احصائيات سوفا سكور. المركز الاول امام عاشور واللي سجل 9 اهداف بعده. المركز الثاني حسين الشحات اللي سجل 3 اهداف والمركز الثالث رامي ربيعه. نسيب بقى الاهلي ونجري على الزمالك. بس بقول لك ايه، انت لو مكمل لحد هنا فانت اخويا. الزمالك اتغشموا جامد الماتشين اللي فاتوا، وللاسف اتطرد منهم لاعبين في كل ماتش. في ماتش الزمالك والاسماعيلي في ملعب الزمالك تم طرد ناصر ماهر في الدقيقه 85 الماتش اللي بعده الزمالك وفاركو في ملعب فاركو في الدقيقه 83 تم طرد محمود جهاد، وده طبعا بعد كارت اصفر. فده للاسف هيأثر على تشكيله الزمالك وخططه المستقبليه. افضل 3 لعيبه في الزمالك خلال الموسم، المركز الاول زيزو واللي سجل 3 اهداف. المركز الثاني نبيل دونجا واللي سجل جون خلال الموسم. المركز الثالث عبد الله السيد. في النهايه انا حابب اقول ان كل حاجه في الكوره متوقعه. من رايك انت الزمالك بعد التحديات دي ممكن يكسب؟ عرفني في الكومنتات توقعك للنتيجه. بس كده يا اخواتي، خلص فيديو النهارده. شكرا جدا ليك لو انت كملت لحد هنا، واراكم الفيديو القادم.